ده كله موجود. لو انا عايزه بقى احول الرقم بتاعي لمعادله، يعني اقول له برنت واديته هنا كده براكتس وقلت له كومبلكس، واحنا قلنا ان الكومبلكس بيتعامل في معادله. لو انا جيت وقلت له كومبلكس دخل لي رقم 4 ده في معادله. يعني ايه دخل لي رقم 4 في معادله؟ يعني حط لي رقم 4 دي في معادله. تمام. طيب اهو هيعملها لي ازاي؟ شايف معايا؟ هيبقى دي شكلها 4 زائد جي 0 جي، يعني دخلها لي في معادله حسابيه. طيب انا عندي حاجه اسمها فانكشن، يعني الدوال في البرمجه. فانكشن، الدوال في البرمجه دي يعني ايه؟ انا بس عشان اخلي الكلمه ديت كده كومنت عندي في البايثون فبعملها شباك جنبها. ايه هو الدوال في البرمجه؟ الدوال عندي في البرمجه عندي دوال زي التقريب في العربي في الرياضه بالظبط. لو انا جيت وقلت لك برنت واديتك براكتس كده وقلت لك الراوند، هو ايه التقريب ده؟ بص معايا، لو انا قلت لك 3.8 يعني 3.8، الرقم ده لو هيتقرب لكام؟ لأربعة. فأنا لما أجي أشغل البرنامج بتاعي هيتقرب معايا لكام؟ بالظبط أهو ظهر لك معاك 4. يعني إن دلوقتي بنقول إن التقريب من 6 فيما فوق بيقرب لأعلى قيمة، طب من 5 فيما تحت بيقرب لأقل قيمة. طب اديني مثال كده أهو، برنت وقلت لك راوند واديتك براكتس وقلت لك 3.2. 3.2 يعني هتتقرب لمين؟ للتلاتة، علشان 2 من الأرقام البخيلة فهيتقرب معايا للتلاتة. فاهمين قصدي؟ يا رب تكون الفكرة وصلت. عندي حاجة تانية، الراوند اللي هو ده التقريب العادي، يعني مفيش أي حاجة تانية أنا بشرحها، هي دي الراوند اللي احنا واخدينها في تالتة ابتدائي. طيب عندي برضو البايثون يعتبر من أكتر المكتبات أو من أكتر لغات البرمجة اللي عندها مكتبات في الرياضيات. فعلشان كده لما اجي استخدم اي داله من الدوال بتاعه المكتبات المتخزنه عندي، فانا لازم اقول له يعني ايه. لازم اقول له يعني لازم اقول له كده، هقول له from math import، يعني من الدوال بتاعه الرياضيات عندك استورد لي داله اسمها سيل كوما فلور. لو انت بصيت بقت لونها غامق معايا، مش لونها نفس الالوان اللي فوق. بس لو انا جيت عملت لها تحت استدعاء في كود البرنت بتاعي وقلت له برنت سيل وقلت لك براكتس و3.4 مثلا، هي السيل هي الراوند، بس هي بتقرب، بس بتقرب للأعلى قيمة. يعني ايه؟ يعني 3.4 يعني 3.4 دي المفروض ان هي تتقرب للتلاتة. لا، امال السيل بتقربها للأعلى، يعني 3.4 هتبقى كام؟ هتبقى 4. طيب شايف طبعا لما انا استخدمت سيل نورت معايا، الفلور عشان ما استخدمتهاش فما نورتش معايا. لما اجي بقى استخدم الفلور اهي برنت وقلت لك فلور وبعدين اديتك براكتس وقلت لك مثلا 3.8، الطبيعي ان 3.8 دي هتتقرب للأربعة. بس الفلور مش زي أي تقريب، أمال دي بتقرب للأقل قيمة، يعني هتبقى 3. يبقى السيل بتقرب للأعلى قيمة، يعني 3.4 يعني هتبقى 4 هتروح للأعلى. إنما 3.8 في التقريب بتاعي في الفلور هتبقى للتلاتة. تمام؟ يعني هي مش بتعتمد بالراوند، بتعتمد بالدالة بتاعت السيل والفلور. تمام؟ يا رب تكون المعلومة واصلة. هنشرح حاجة كمان، عندي حاجة اسمها الباور. هو ايه الباور؟ اتاكد بس ان التسجيل شغال تمام. هو ايه الباور؟ الباور بتاعي ده يا شباب ليه وظيفه مهمه قوي. بص معايا، عارفين الاس؟ اكيد طبعا كلنا عارفين. لو انا جيت وقلت لك برنت وقلت لك مثلا باو، الباو اللي هي الباور. يعني لما اجي اقول لك 3 اس 3، يعني 3 مضروبه في نفسها كم مره؟ بالظبط كده 3 مرات، يعني 3. طب انا اعملها ازاي؟ اقول 3 كوما 3. هو بيفهمها كده برمجيا ان 3 مضروبة في نفسها، يعني تبقى برنت اهو هتبقى 3 مضروبة في 3 مضروبة
في 3 يعني ال3 مضروبة في نفسها 3 مرات، يعني 3 باو 3 يعني 3 في 3 في 3.